السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهارده في فيديو جديد عن موضوعين مهمين جدا. أول موضوع معانا وهو عن موضوع شيرين عبد الوهاب، الفيديو اللي هي طلعت فيه وهي بترقص. وتاني موضوع معانا عن ست اتجوزت راجلين وبقت على ذمتهم. عدل بين الاثنين. وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان الحاجة سندس الزواج من رجلين. ولو انت أول مرة تشوفنا على اليوتيوب عايزك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وتشارك في التعليقات، ويلا نخش في الموضوع. وخلينا نبتدي باول موضوع معانا كده، هو موضوع شيرين عبد الوهاب. كلنا عارفين ان شيرين عبد الوهاب كانت مدمنه وكانت بتشرب مخدرات مع حسام حبيب، ودخلت المصحه واتعالجت من الادمان. وكان في ناس كتير ضد اللي هي عملته، وكان في ناس كتير وقفت جنبها ودعمتها، ومعظم الناس اتعاطفت معاها ودعت لها ان هي تقوم بالسلامه، وقلنا هيتصلح حالها وهترجع تاني تعمل حفلات وترجع تغني تاني، وقلنا هتبقى احسن من الاول، وكلام كتير كده قلناه. لكن الكلام دوت ما حصلش. لكن اللي حصل اللي احنا كنا حاطينه في دماغنا انتهى، وعكس اللي احنا قلناه كله عملته هي. واللي هي عملته دوت حاجه ما تليقش بشيرين عبد الوهاب ولا تليق بسمعتها. شيرين ظهر لها فيديو وهي سكرانه وكانت بترقص، وكان باين عليها ان هي مش في وعيها خالص، واللي باين كده حركاتها ورقصها واللي كانت بتعمله في الفيديو. خلينا كده نيجي نشوف الفيديو مع بعض ونرجع نكمل موضوعنا. طبعا بعد ما انت شفت الفيديو كده، طبعا الفيديو ده صعب جدا ان يطلع من واحده زي شيرين عبد الوهاب، علشان قلنا قبل كده ان ده حاجه ما تليقش بشيرين عبد الوهاب ولا تليق بشكلها، لان شيرين شخصيه محبوبه وصوتها جميل وكل الناس بتحبها. لكن بعد اللي هي بتعمله دوت معظم الناس هتنتقدها وهتقف ضدها. وكمان اللي يعمل حاجه زي كده زي اللي حصلت في الفيديو ده، ده كده بيبقى واحد مش في وعيه اصلا. لكن لما تبقى واحده زي شيرين عبد الوهاب فدي تبقى حاجه كبيره جدا. طبعا ديت ازاي تبقى قدوه للشباب البنات اللي لسه بتكبر؟ ازاي بعد اللي شيرين عبد الوهاب بتعمله دوت هتبقى حاجه حلوه للجيل اللي طالع؟ وغير كده ان مفيش حد كان يتوقع ان شيرين ترجع للادمان تاني. هتقول لي ايه اللي عرفك ان هي بتشرب مخدرات؟ اقول لك حركاتها اللي هي بتعملها ديت حركات يعني دي مش واحده عاقله خالص ولا في وعيها. وطبعا ورقصها الغريب دوت وبتهز بجسمها وحركاتها اللي هي بتعملها، وتقول لكل دوت ان هي لسه بتشربش مخدرات. شيرين عبد الوهاب لما كانت في المستشفى في ناس كتير دعمتها، وطبعا من اللي انت شفتيه من الناس اللي عملته معاكي تصلحي غلطتك بقى، مش ترجعي تكرريها تاني وتعملي نفس الغلط. وطبعا كده كل اللي بيحبك هيكرهك بسبب الفيديو ده. وطبعا قبل ما تتخطي خطوه زي ديت لازم تعرفي نهايه الطريق ده ايه، يعني بعد ما بتشربي مخدرات هتستفادي ايه وهتاخدي ايه من وراها. والسبب اللي مخليكي مش مفكره في كده ان الفلوس اللي معاكي مخلياكي للموضوع دوت سهل وبالنسبه لك عادي خالص. والموضوع مش اللي احنا بنوصل الكلام للناس، لا احنا بنحذر الناس من الادمان اصلا. وزي ما هم شايفين
فنانة كبيرة هيت وبيحصل معاها ايه بسبب الادمان، وربنا يبعدنا عن الحاجات ديت احنا وكل الناس ان شاء الله. وطبعا نتمنى الخير للفنانة شيرين عبد الوهاب، وربنا يفوقها من اللي هي بتعمله ده. وده كده كان نهاية موضوع شيرين عبد الوهاب، ونخش في تاني موضوع معانا، وهو من واحدة ست اتجوزت راجلين. التونسية تعقد تتعرس بزوج رجال، لذلك بما أنه كان تونسي يكفي لي أن يتزوج بزوج أزواج، ويمنع تعدد الزوجات للرجال ويسمح لتعدد الأزواج بالنسبة للنساء. لذلك قررنا أنا وزوج أشخاص آخرين باش نعرسوا، باش ناخذها من زوز كوا وهما موافقين بيان سور، وقررنا باش نعقدوا القران نهار 31 ديسمبر سيتادير ابري 2 سيمين. عدل بين الاثنين. وفوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان الحاجة سندس الزواج من رجلين. حاجة زي ديت يمكن انت اول مرة تسمع عنها ولا احنا شفناها قبل كده اصلا، بس هي كفكرة ما نستبعدهاش ان هي تحصل دلوقتي. احنا بقينا بنشوف بلاوي سودة، يعني مش هتيجي على الحاجة ديت يعني وهنستغرب. والموضوع ان هي واحدة ست حبت راجلين واتجوزتهم وهي على ذمتها ومفيش اي مشاكل والدنيا عادي خالص، وبعدها قالوا ان الموضوع فيك ومش حقيقي. بس طبعا انتوا قدمتوا اقتراح للفكره، فده كده تدمير للمجتمع، وهم ازاي اصلا يزرعوا الفكره في دماغ الناس. مش بعيدة ان ده يحصل في الوقت اللي احنا فيه ده. دلوقتي كل حاجة ممكن تحصل وكل شيء بقى عادي، فربنا يحفظنا ويحفظكم من الحاجات اللي شبه دي اصلا. ودايما نفتكر عقاب ربنا لينا قبل ما نتخطى اي خطوة، ونعرف برضو اخر الخطوة دي ايه. واغلبية الحاجات اللي بتظهر على السوشيال ميديا اغلبيتها مش بتبقى حقيقية، ففي منها حاجات كتير بتبقى فيك، فمش لازم ان احنا نصدقها لما نكون واثقين من الحاجه دي. وكل اللي بيحصل دوت ناس بتصنعها بعقولها علشان الشهره والفلوس بس. ده كده كان موضوع النهارده عن كلام فيديو النهارده. وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش دوس لايك وسبسكرايب للقناه. بس قبل كل دوت عايزك تشاركنا رايك في التعليقات على كلام شيرين عبد الوهاب واللي بيحصل معاها دلوقتي، وان هي دلوقتي وعلى الفيديو اللي هي اتنشر ليها الايام اللي فاتت دي. وطبعا نحذر من المخدرات ديت اصلا ان هي نهايتها خطر جدا ووحشه جدا اصلا. والموضوع ان الفكره بتاعت الوليه اللي طلعت ديت وحطوا الفكره في دماغ الناس بتاعت ان هي اتجوزت اتنين والكلام ده. وده كده كان نهايه فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في فيديو جديد.